تخيل جندي شايل على ظهره 1000 كيلو وماشي بيهم وسط الجبال كأنه شايل شنطة لابتوب، ولا بيتعب ولا نفسه بيقطع. ولو فكرت او حتى جه في دماغك تضربه بالنار الرصاصة بتخبط فيه وتقع. احنا مش بنتكلم عن فيلم مارفل يا صاحبي، احنا بنتكلم عن بدلة هتمسح كلمة تعب من قاموس الجيوب. بص يا وحش، الاكزوسكيلتون ده عبارة عن هيكل معدني الجندي بيلبسه من بره، بتوصل بمحركات وهيدروليك بيدي لعضلاته قوة متخلفة. شايف العلم اتقدم قد ايه واحنا على كوكب المريخ. البدلة دي بتشيل الوزن بدل الجندي، يعني لو شال صاروخ على كتفه هو فعليا مش حاسس بوزنه خالص، البدله هي اللي شايلاه. والجديد بقى في 2026 انهم بداوا يحطوا فيها الياف كربونيه خفيفه جدا وذكاء اصطناعي بيتوقع حركه الجندي من قبل ما يعملها. يعني لو فكرت تجري البدله بتدفعك لقدام، بتخليك اسرع من اسرع واحد في العالم. عارف ايه اللي يخوف بجد؟ ان في نماذج دلوقتي متوصله بشريحه في الدماغ، يعني الجندي بيدي امر للبدله بمجرد انه يفكر. تخيل جندي حديدي بيتحرك بلمح البصر وبقوه خرافيه، ده معناه ان جندي واحد من دول يقدر يخلص على كتيبه كامله لوحده، احنا لو لمحناهم اصلا. بس خلينا طمنك، التكنولوجيا دي مش بس للحرب، نفس البدلات دي بتستخدم دلوقتي للناس اللي عندها شلل عشان ترجع تمشي على رجليها، وبتمكن العمال في المصانع انهم يشيلوا اوزان تقيله من غير ما ظهرهم يوجعهم. هل التكنولوجيا دي معموله عشان تحمي البشر ولا عشان تخلي الحروب اسهل واقوى؟ ولو خيروك تلبس البدله دي ليوم واحد، ايه اول حاجه هتعملها بقوتك الخارقه؟ مستني اجاباتكم في التعليقات، وما تنساش الشير لو الفيديو عجبك. سلام.